مانشستر يونايتد بيفوز على كريستال بالاس بثلاث اهداف مقابل لا شيء. انا اول حاجه حابب نتكلم عليها طبعا مبدئيا على الثلاث اهداف، مبدئيا ان مانشستر يونايتد كان بيلعب حلو وكل الكلام ده، بس هو ليه إيريك تين هاج نزل بكل دول؟ يعني انت لو شفت تصريح بيب جوارديولا قال لك انا مش هتعب لعيبتي، انا هلعب في الماتشات اللي فيها الكاس ده، كاس الكارباو او كاس الاف اي. قال لك انا هلعب باللعيبه اللي عايزه تلعب او اللي محتاجه دقايق، اللعيبه الاكاديميه، فاهم؟ فانك تلعب لي بالتشكيله الاساسيه في ماتش شبه ده شيء مبالغ فيه بصراحه. يعني هو انت لعبت اداء حلو، بس انت معلش، يعني انت عايز تفوز مثلا بالكؤوس ده عشان تسكت الناس في اخر السنه ولا ايه بالظبط؟ انا حابب اتكلم على لعب حنا بعل. اللاعب رائع جدا وبجد وعاجبني جدا وليه شخصيه، بس مشكلتي معاه ان هو يعني تحس ان هو مش عارف واجبات دوره ايه جوه الملعب. يعني هو انت خط وسط صح، فانت مش مطالب منك تسجيل الاهداف قد منك يعني تكون صانع لعب اكتر وبتحرك الفرقه بشكل افضل. لكن تشوفه دايما في معظم الماتشات تلاقيه بيقرب اكتر من منطقه الجزاء، بيحاول ان هو يجيب اهداف. هي كره القدم مش انك تجيب اهداف بس، خاصه في مركزك. بس يعني كان هو، لا انا عاجبني اداؤه جدا جوه الملعب بصراحه ما شاء الله. اتمنى بس ان هو يعني ايه يهدى شويه في الملعب، لان هو فعلا لعيب خامه كويسه.